ليه كل الناس بتسبقك وانت لسه في مكانك؟ سؤال وجعك قبل كده؟ بتحس ان كل الناس حواليك بتتحرك، بتتقدم، بتحقق احلامها، وانت مكانك ثابت؟ بتفتح السوشيال ميديا تلاقي صاحبك اللي كان مش لاقي شغل بقى عنده مشروع، زميلتك اللي كانت تايهة بقت بتسافر وتشتغل في شركة كبيرة، وساعتها صوت جواك بيقول: هو انا الغلط فيا؟ بس قبل ما تجاوب على السؤال ده، اسمعني للآخر. أنا مش جاي أقولك كلام تحفيزي فاضي، ولا أبيع لك وهم ابدأ من الصفر وهتبقى مليونير في أسبوع. أنا جاي أقولك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها. مش إنك مش بتتحرك، المشكلة إنك بتتحرك في الاتجاه الغلط. لو لسه جديد هنا، أنا بنزل كل أسبوع فيديوهات تساعدك تبني نفسك خطوة بخطوة، فاشترك في القناة وخليك جزء من الرحلة، لأن بعد الفيديو ده نظرتك لحياتك هتتغير. خلينا نبدأ. أول حاجة لازم تفهمها، السباق اللي شايفه حواليك مش سباق واحد. الناس بتجري في مضامير مختلفة. واحد بيجري في مجال الشغل، واحد في الصحة، واحد في العيلة، واحد في الإيمان. وانت لما تبص حواليك وتقارن نفسك بكل الناس في كل المجالات، طبيعي تحس انك متأخر. تخيل انك بتدخل سباق جري، لكن بدل ما تبص قدامك بتفضل تبص على كل واحد بيجري جنبك. عارف ايه اللي هيحصل؟ هتتعثر، يمكن تقع، مش لأنك ضعيف، لكن لأنك نسيت الطريق اللي قدامك. الغلطة الكبيرة اللي بنقع فيها كلنا إننا بنقيس تقدمنا بزمن غيرنا، مش بزماننا احنا. واحد بدأ من ظروف أحسن منك، واحد اتولد في بلد مختلفة، واحد اتعلم من صغره يشتغل على نفسه. لكن انت عندك طريقك، والطريق ده حتى لو أبطأ هو بتاعك انت بس. خليني أقولك قصة صغيرة. في شاب كان دايما يحلم يبقى مصمم جرافيك، بس كل ما يشوف زملائه بينزلوا شغلهم على الإنترنت يحبط، يقول هم أحسن مني، خلاص أنا مش نافع. وفي يوم قرر إنه يقفل السوشيال ميديا شهر واحد ويركز على نفسه بس. بدأ يتعلم، يتدرب، يطور أسلوبه. وبعد سنة، نفس الناس اللي كان بيقارن نفسه بيهم بقوا هم اللي بيسألوه إزاي بيعمل الشغل بتاعه بالشكل ده. ليه؟ لأنه بدل ما يقارن نفسه بغيره، قرر يقارن نفسه بنسخة امبارح منه. وهنا السر. الفرق بينك وبين الناس اللي بتتقدم مش إنهم أذكى أو أوفر حظ منك. الفرق إنهم بدأوا بخطوة وإنت لسه بتفكر. أكتر حاجة بتوقفك مش الفشل، ولا الظروف، ولا حتى الناس اللي بتحبطك. اللي بيوقفك هو التفكير الزائد، إنك تقعد تحسبها زيادة عن اللزوم. طب لو بدأت وفشلت؟ طب لو محدش اهتم؟ طب لو ضيعت وقتي؟ بس خليني أقولك حاجة بسيطة جدا. الفشل الوحيد الحقيقي هو إنك ما تبدأش. خدها قاعدة: ابدأ بالغلط بس ابدأ. اوعى تستنى الظروف المثالية، لأنها مش هتيجي أبدا. والنجاح مش بيظهر إلا لما تبدأ تمشي، حتى لو خطوة صغيرة جدا. ناس كتير فاكرة إن التغيير بيحصل فجأة، بس الحقيقة التغيير بيبدأ من لحظة ملهاش صوت، من قرار بسيط جدا، إنك هتقوم النهاردة تعمل حاجة واحدة أفضل من امبارح بنسبة 1%. اللي بيعمل كده كل يوم بعد سنة بيكون سابق نفسه القديمة بمسافة عمر. وأنا عارف إنك ممكن تكون تعبت من المحاولات، بس صدقني مفيش تعب بيروح هدر. كل مرة وقعت فيها كانت بتبني فيك حاجة: صبر، وعي، إدراك، حكمة. كل خطوة حتى لو صغيرة بتقربك للطريق الصح. وقبل ما نختم، خد مني الجملة دي: اللي سابقك مش أحسن منك، هو بس بدأ قبلك. وانت ممكن تسبق نفسك لو بدأت دلوقتي. لو حسيت ان الكلام ده لمسك، عندي فيديو تاني هيفيدك، اسمه الكلمة اللي غيرت حياتي في يوم واحد. هيساعدك تعرف أول خطوة حقيقية تبدأ بيها النهاردة. اضغط عليه وخليك دايما خطوة الأمام.